ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وزي الفل وزياده شويه. الفيديو بتاع النهارده عاوزه اكلمكم عن موضوع مهم جدا بما اننا في الصيف، وهو ازاي نحمي شعرنا من الشمس لو هنسافر او طالعين مكان فيه بول فيه بحر هنتعرض للشمس كتير. الفيديو دوت لاي بنوته لسه هتسافر مش سافرت وراجعه لنا بالاضرار. اول حاجه نبدا بالشعر لان هو اكتر حاجه مشاكلها كتيره وبنقابل كميه مشاكل بشكل مش طبيعي بعد ما بنرجع. اول حاجه اللي عاوزاكم تعرفوها، واحد، الشعر بيتعرض لحراره اللي هي الشمس، لان اغلب الاماكن اللي بنصيف فيها بتبقى درجه الحراره فيها فوق ال 40 وال 45 ودي درجه حراره فظيعه. تاني حاجه بيتعرض لميه مالحه اذا كان بحر او ميه بكلور اذا كان بول. تالت حاجه هي الرطوبه، طالما في حر بنسبه كبيره اكيد بيبقى فيه رطوبه، والرطوبه من الحاجات اللي بتساعد على ان جزيئات الكرياتين اللي موجوده جوه الشعر تتكسر والروابط تتفكك من بعضها. فبما ان الموضوع كده فاحنا عندنا غالبا المشكله هتبقى في كذا حاجه، هتلاقوا هيشان، تقصف، جفاف في الشعر بسبب العوامل ديت. فخلوني اقول لكم ايه هي الحاجات اللي تقلل من ان الحاجات دي تاثر فيكم، وايه الحاجات اللي نعملها تعالج اثر الحاجات دي فيكم. قبل البحر دايما اتعاملوا مع شعركم وافتكروا مساميته. يعني ايه يا جاكلين؟ الشعر فيه مسام، والمسام دي شرحتها لكم قبل كده ان هي عباره عن ثقوب صغيره في كل شعرايه بتختلف من شخص للتاني على حسب حجمها وكميتها، بس كده احنا كلنا عندنا مسام. المسام دي ثقوب صغيره بتشيل اي حاجه انت هتديها له، فلو اديتيله ميه بحر هيحتفظ بيها ويشربها، ولو اديتيله ميه بول نفس النظام، ولو اديتيله ميه عذبه قبل ما تنزلي اللي هو متعود عليها هيشربها والثقوب دي هتتملي، ومش هيبقى في ثقوب فاضيه تتملي ميه تانيه اللي هي ميه البحر او ميه البول. وبكده اول خطوه تعمليها هو انك تبلي شعرك تماما ميه عذبه 100% لغايه لما يبقى بينقط، وكل مسام شعرك تتاكدي انها اتبلت كويس قوي من الميه العذبه دي. وتخيلوا معايا كده ان لو الشعر ده سفنجه واتملت على اخرها من الميه هي مش هتمتص كميه زياده من الميه، مهما اديتولها قد كده هي هتمتص الكميه بتاعتها بس، فالشعر هيمتص الكميه اللي هو محتاجها ميه عذبه، وبكده لا هيمتص الكلور ولا هيجي جنب الاملاح ولا ليه دعوه بالميه دي ولا بالميه دي. تاني حاجه الترطيب وعزل الشعرايه على قد ما نقدر عن الميه. وهي جاكلين الشعر مش هيفضل طول اليوم مبلول، طبيعي يتشرب الميه ديت او الميه اللي جواها تتبخر لما نقعد شويه بره، فطبيعي ينشف ويبدا يشرب من ميه البحر ميه تانيه. هنا بقى نحبس ترطيب الميه ديت، او بمعنى اصح نرطب الشعرايه ونعمل ماده عازله ما بين الشعر مره تاني وما بين الميه. اكتر حاجتين مش بيتناسبوا مع بعض خالص هو الزيت والميه. فهندهن شعرنا بعد ما يبطل ينقط كده شويه او يبدا ينشف قبل ما ننزل البول، يعني بعد ما بليناه ميه عذبه ب10 دقايق هتلاقوه بدا ينشف والاطراف بتاعته بدات تجف. ندهن هنا زيت جوز الهند. زيت جوز الهند هنا بيعمل 55,000 حاجه. واحد، هو زيت بيرطب الشعرايه اصلا في المعتاد وبنستخدمه في حمام الزيت عشان بيرطب. اتنين، زيت جوز الهند من الزيوت اللي فيه القدره ان هو يحمي الشعر من الشمس. 3، البارتكلز او الجزيئات بتاعت زيت جوز الهند الصغيره ومنمنمه بتقدر تخترق المسام وتدخل كده وتملى الشعرايه وتخليها متغذيه منه. وطالما الشعرايه مليانه من زيت جوز الهند مستحيل تشرب اي حاجه تانية لان هي شبعانه. رابع حاجه ان ده زيت، يعني لا ميه بحر ولا ميه بول هيقدروا يتعاملوا مع الشعرايه لان الميه والزيت مش بيحبوا بعض. انا بجيب ده من سحر الزيوت، هو بيور 100%، وتعرفوا ازاي ان هو بيور بكذا خطوه. واحد، ان احنا واحنا في الصيف هو شفاف وليكويد سايح خالص، شفاف مش مبيض، شفاف شفافان الميه كده. 2، لما بتحطوه في التلاجة بيجمد زي الزبده بالظبط، مجرد ما تاخدوا حته منه وتدفوها على ايديكم بيكون ساح. ما تنسوش الريحه القويه لزيت جوز الهند برضو بتحكم، لان في زيوت بيبقى فيها كل المواصفات ديت ولكن زيوت صناعيه، بس كتر خير الشركات يعني بيبقوا كاتبين ان هو زيت صناعي. هو بيبقى صناعي يعني هو متصنع مش مستخلص على البارد من الثمره الاصليه. فرقوا على قد ما تقدروا ودايما ركزوا في البوينت دي. انا جبته من سحر الزيوت، سعره كان حلو جدا والكواليتي فوق الممتازه، فلو عايزين تجيبوا حاجه واثقين فيها الصيف اللي احنا فيه ده سحر الزيوت. وبكده اكون فهمتكم هنعمل ايه لشعرنا بالظبط. قبل ما ننزل البول ب10 دقايق او ربع ساعه نبله ميه عذبه، وقبل ما ننزل البول على طول ندهن زيت جوز الهند واحنا واقفين كده على البول او على البحر، وبعدين نلم شعرنا على قد ما نقدر، ولو عرفنا نستخدم بونيه سيليكون او حاجه يبقى يا ريت. ما عرفناش وبنشقلب كده في الميه وكل شويه البونيه يتقلع مننا خلاص. بعد بقى ما بنطلع من البول، دي مهمه قصوى مهمه جدا ناس كتير قوي بتنسى تعملها.
مش بتنسى، بتكسله. في ناس كتير قوي بسمع عنهم انهم بيكسروا شعرهم كروكي لدرجه ان الشعر بعد المصيف بيبقى متعقد، هم مش فاضيين، هم وراهم حاجه تانية تتعمل. انا معاكم بامانه، بس يعني مش هنبوظ شعرنا عشان 3-4 ايام عايزين نتبسط فيهم. اول ما بنطلع من الشاور، واحد، ممنوع استخدام اي شامبو فيه سلفات. لازم 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 يكون شامبو طيب، ابن ناس، ابن حلال، طيب خالص، ويكون هايدريشن جدا. اصلا الشعر مش مستحمل. شامبو يكون طبيعي على قد ما تقدروا، ما يكونش فيه سلفات. انا بحب دوت من افريكانا MBC، كل المواد اللي فيه مواد طبيعيه، بيسيب الفروه مترطبه، بينضف كويس خالص، وما فيهوش ولا ماده ضاره، لا سلفات ولا بارابين ولا سيليكون. تقدروا تعتمدوا عليه، طبعا تقدروا تعتمدوا عليه من كل قلبي، ارشحه لكم. كمان سعره حلو قوي، عشان احنا في المصيف بنغسل شعرنا يوميا مره او 2، خصوصا الناس اللي بتنزل البول الصبح وبتنزل البول على اخر النهار. لازم نغسل شعرنا ونعمل كل ستيبس دي مره الصبح ومره اخر النهار. فعشان الحاجه تقعد معاكم وقت كبير، استخدموا حاجه تكون حجمها كبير وسعرها كويس. تاني اهم خطوه تعملوها وهي استخدام هير ماسك، اللي هو حمام الكريم، يكون غني بالكرياتين. لان لو تفتكروا انا كنت قايله لكم ان الشمس للاسف والرطوبه والميه وكل الاضرار دي هتكسر الروابط المهمه بين الكرياتين الموجود في الشعر. ايفا كيراتين هير ماسك ده فيه كرياتين طبيعي، بيعوض الشعر عن الكرياتين اللي فقده بسبب الرطوبه او الحر او الفرهده بتاعه المصايف. نحطه لمده ربع ساعه على الشعر المغسول بالشامبو اللي ما فيهوش سلفيت، ونغسل شعرنا بعده ونروح نعمله ستايلنج ونحط ليف ان. ما ننساش لازم الليف ان، لان هو اللي هيقعد على شعرنا لتاني يوم، علشان قبل ما ننزل البحر يبقى شعرنا محطوط له ليف ان مرطب شويه. لو تفتكروا انا كنت بقول لكم دايما ان تعريف الليف ان يساعد على التسليك ويحمي الشعر ضد عوامل البيئه، فاحنا في الوقت ده محتاجين اكتر حاجه تحمي الشعر من عوامل البيئه. هنلاقي اكتر من بحر وكلور وميه وعرق وشمس ورطوبه. بالنسبه للليف ان تقدروا تستخدموا الليف ان اللي يعجبكم. انا عشان انا في المصايف بستخدم حاجات للكيرلي، فبستخدم بتاع رو افريكا لونه احمر، رو مايا كيرل انهانسر. ده حلو قوي قوي مع الكيرلي، هو اللي عامل لي شعري كده، فهاخده معايا المصيف اللي جاي ان شاء الله، ربنا يديني بس واسافر. احلى حاجه فيه ان هو بصراحه بيسيب الشعر مويسترايزر حلو وملمسه ناعم، على عكس الانواع التانيه اللي بستخدمها بتبقى محسن ان شعري ناشف شويه. ده لا، شعري الطبيعي عادي. في زبده افوكادو، وانا بحب الافوكادو قوي عامه، انتوا اكيد فاكرين ان انا قد ايه بحب زيت الافوكادو. اللذيذ فيه انه برده ما فيهوش اي ماده ضاره، يعني مش هتلاقوا فيه لا سيليكون ولا بارابين ولا سلفيت ولا الوان ولا اي حاجه. فدي برده حاجه مهمه جدا، لان الشعر زي ما قلت لكم مش هيبقى مستحمل اي حاجه من الحاجات دي. خلينا نرجع معاكم المنتجات. اول حاجه زيت جوز الهند، ده شكله ممكن تاخدوه سكرين. ده انا جبته من سحر الزيوت، سعره حلو، الكواليتي بتاعته خطيره. وده زي ما كنت بقول لكم ان هو قوامه بيبقى شفاف ولونه لون الميه كده شويه خفيف، ولما بيتجمد بيبقى زي الزبده بالظبط. تاني حاجه معانا وهي الشامبو، انا بستخدم ده من افريكانا. طبعا تقدروا تستخدموا اللي انتوا عايزينه، بس انا بقول لكم اللي انا هستخدمه علشان ده انا واثقه ان انا من تجربتي فيه ان هو حلو. نيجي بقى الحمام الكريم، ده من ايفا كيراتين، هو غني بالكرياتين فبيعوض وبيرطب الشعر. هتلاحظوا النتيجه من اول يوم، وان انتوا الحمد لله مش هتلاقوا اضرار زي ما انتوا متخيلين. اخر حاجه الليفان، ده هتقدروا تجيبوه من رو افريكان، في ديسكاونت كود اسمه جاكلين 10، هسيبه لكم هنا برده عشان لو حابين تجيبوا اكتر من حاجه. بس كده انا خلصت الفيديو، يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا. باي باي.